السلام عليكم ورحمة الله. احنا في معرض الزهور فقابلنا الباشمهندس أيمن وبنكمل معاه السلسلة بتاعتنا في التعرف على بعض الأنواع الحيوانات اللي هي الغريبة شوية أو الطيور الغريبة اللي احنا ما شفناش كتير. باشمهندس الطيور دي اسمها ايه؟ دي فراخ هندي هندي اللي هي بتاعت المضاربات. تمام. الفراخ ده اللي بيعملوا بيها المضاربات. الصراع اللي هو بتاع الفرخة دي بتبقى يعني المواصفات بتاعتها ان هي طول، من اهم المميزات بتاعتها الطول بتاعها. المفروض ان هي تبقى طويله زي ما انت شايف كده اهوت. هو ده يعني كتكوت ده كده يا باشمهندس صح؟ ده كتكوت بس المفروض ان هو بيبقى طويل كده زي ما انت شايف رجليها طويله ازاي. المنقار بتاعه بيبقى حاد وغليظ كده اهوت، تحس ان هو عامل زي منقار الصقر. الرجلين بتبقى قويه. كل ده بيساعدها في المضاربات والكلام ده كله. الفرخه الهندي في منه انواع كتير، منه الهندي الحجازي والهندي الفيتنامي والهندي الانصاص والهندي الزغب. في منه انواع كتير، بس اكتر نوع مشهور عندنا يعتبر الهندي الحجازي او الهندي الانصاص. دول اكتر انواع مشهوره عندنا. تمام، شكرا يا باشمهندس. هو عايزين نعرف بس أسعارهم كام؟ حاجه زي كده دول في الجوز عامل 350 جنيه. في حاجات بتبقى اغلى، في حاجات بتبقى اقل، كل حاجه على حسب تقليبها وعلى حسب الشكل والمواصفات الظاهريه بتاعتها. تمام، شكرا يا باشمهندس، شكرا.